السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم معايا هاد لاكيش بالسلق بدون لحوم. وصفة سهلة خفيفة اقتصادية مثالية للعشاء، يعني كما انا كنت بحرت ليش ندير العشاء درت لها السوب تاع الخضرة مع هاد لاكيش تاع السلق، جات روعة. بالنسبة لاباط كنت درت لاباط بغيزي، جات اون ان سابلي بزاف بنينة. الحشو الداخل جا طري والطعم تاعها يجي غني، يعني بدون اضافه ثقيله. تنجموا تقدموا هاد لاكيش مع لا سوب كيما انا، ولا مع اون سالاد، يعني ما تحتاجوش طبق رئيسي. فوالا دونك تبعوا معايا لا روسيت وديروا لها حفظ، يمكن يجي نهار وين تحتاجوها. بالنسبه لاباط غادي نحضر لاباط بغيزي، نحتاج فيها 250 غرام تاع الفارينه مع ملعقه صغيره نتاع الملح، ونجيب 100 غرام تاع لا مارغرين. ما يهمش النوعيه، يعني ليسونسيال مارغرين تاعكم تكون بارده، يعني خرجوها من الفريجيدير. بالنسبه للناس اللي دير ريجيم ولا تبغي تاكل اكل صحي، الفارينه هذه البيضه تنجموا تعوضوها بالقمح الكامل، والمارغرين تعوضوها بالزبده. دركا نبقى نخدم في هذيك لا مارغرين مع الفارينه حتى وين ينسجموا في رحبه. من بعد ضروري نبسس الفارينه تاعي في المارغرين بهذه الطريقه، يعني الخليط تاعكم يكون مرمل. نجيب حبه تاع بيض تكون بدرجه حراره المطبخ. لهنا غادي نلم لاباطي تاعي بالحبه تاع البيض، ومن بعد عادك نروح نضيف الماء هكا باش نجم نعرف شحال تحتاج العجينه تاعي. اذا لهنايا غادي نروح نجيب الماء نضيفه يعني تدريجيا. هاد المقادير يدو معاكم تقريبا 3 مغارف كبار حتى ل4. لاباط بغيزي ما تجيش طريه، يعني نتوما ضيفوا الماء كي تشوفوا لاباط تاعكم يعني تلمت وراهي متماسكه في يديكم، دونك هذيك هي العجينه، يعني القوام تاعها يكون متماسك ماشي طري. انا تقريبا دات معايا واحد 3 ملاعق كبار نتاع الماء. بعد ما لميتها درتها في ان فيلم اليمونتير ودخلتها في الفريجيدير مده نصف ساعه لو طون اللي نروح نحضر الحشو. بالنسبه للحشو لهنا في مقله كنت درت كميه تاع الزيت، زدت معاها فص كبير تاع الثوم اللي كنت رابيته. والسلق انا كنت ديت 2 ربطات تاع السلق، غسلتهم مليح، ديت منهم غير الورق. شوفوا لهنا السلق تاعكم تبغوا تقطعوه وتفوروه كيما انا قطعته وغميته في طاجين، هذا ما كان. يعني ليسونسيال الطريقه اللي درتوها بعد ما يوجد السلق تاعكم ضروري تعصروه مليح بيديكم من هذاك الماء، يعني ما تخلوش فيه هذاك الماء هكا باش لاكيش تاعكم يعني تجي بنينه وما تجيكمش لا فاخس مايها. اذا حطيت السلق كيما شفتوا يتقلى مع هذيك الفص تاع الثوم، زدت له لهنايا شويه تاع الملح وفلفل كحل. ما تكتروش بزاف الملح باسكو السلق يعني معروف ما يبغيش الملح بزاف. مام الملح رانا دايرينه في لاباط وزدنا درنا في السلق وغادي نديرو في لاباغايا كيش، دونك نتوما ديروا حسابكم. بعد ما طفيت على السلق وليت للعجينه، لهنا راهي بارده راهي متماسكه، حليتها فوق ان بابي كويسون وجبت سنيوه تاع لاكيش. دونك نقلب العجينه في السنيوه. اللي ما عندهاش هاد السنيوه تاع لاكيش تنجم دير في المول الاسطوري هذاك الطويل تاني كتجيكم ما شاء الله، يعني كفكره بخاس كاع راكم شارين هذاك المول. بعد ما قلبت العجينه غادي نبقى نسقم فيها هكا كي يكونوا عندي فراغات نجم نقلع في الجهه اللي تكون فيها زياده ونبلع بها عادي، يعني لاباط هذه كاع ما تعذبش في الخدمه. دونك نسقم القاعده مليح باش ما تكونش خشينه، الاطراف كيف كيف، ومن بعد نجيب اون كوبات ولا بالخدمي نقلع هذيك الزياده. شوفوا كيفاش تجي الخدمه فينيا ما شاء الله. دروك نخلي لاباط تاعي على جهه ونحضر لابارايا كيش. غادي نحتاج فيها 2 حبات تاع البيض، نزيد معاهم انا كنت درت علبه كريمه الطبخ هذيك الصفرة تاع لوماتخ، تنجموا يعني اي نوع تاع كريمه تكون عندكم ديروها، دو منها قيس كاس. نزيد لها شويه تاع الملح، ما تكتروش بزاف لهنا، حرزوا الملح، شويه تاع فلفل كحل، وهذا مكان غادي نخلط مليح بالفرشيطه. ونجيب السلق اللي كنت طيبته نضيفه لهذا الخليط، نخلطهم كاع في رحبه. المكون اللي كنت قلت لكم ضفته لهاد لاكيش وجاتني بزاف يعني بزاف بنينه هو علبه تاع الزيت. انا لهنا كيما راكم تشوفوا بقيت نخلط، مي حاسه روحي اني ناسيه حاجه ما عرفتهاش كاع شايله. حتى من فرغت الخليط تاعي عادك تفكرت باللي ما درتش الطون. لهنايا فرغت الخليط كيما شفتوني، ما تقبتش لاباط. علاش؟ لاباط تقبوها من تكونوا باغيين طيبوا العجينه وحدها، مي انا طيبت لاباط ولا فخس في رحبه، دونك ما تقبوهاش. حطيت لا فخس تاعي
كيما قلت لكم لهنا عادك تفكرت باللي نسيت الطون، جبت العلبه قلحت لها الزيت تاعها وفرغتها وخلطتها غير هكا بالملعقه، يعني جات نفس النتيجه. كنت حميت الفور تاعي على 200 درجه، شعلت عليه غير من التحت، ندخلها كيش طيب، ماشي غير تشوفوها صفارت ولا حمارت شويه مع الاطراف يعني طابت، لا الاطراف والقاعده من تحتها ماشي كيف. ما تنسوش باللي راه فيها خليط سائل، دونك خلوها طيب مليح من تحتها على راحتها. كي تشوفوها حمارت مليح مع الاطراف عادك شعلوا عليها من الفوق. انا لهنا كي جات كي طابت لي من تحت عفوا، قبل ما نشعل عليها من الفوق رابيت شويه تاع فخوماج، هذا اختياري. ما كاش عندك فروماج شفتوا كي تخلطوا هذيك لاباغاي تاع لاكيش قلعوا منها شويه قبل ما تضيفوا السلق وديروه من الفوق هكا باش تحمر لكم ويجي المنظر تاعها شباب. وهذه هي الريزولطا بعد ما طابت. لهنا قسموها كيما تبغوا على 8 تاع لي ترونش ولا 10. فوالا شوفوا كيفاش جات ما شاء الله بزاف بنينه. نقولكم غير جربوا هاد الوصفه وديروا لها حفظ، يعني يمكن تحتاجوها شهر رمضان على الابواب هكا، يعني ديروها في بلاصه البوراك تجيكم بنينه. اذا الى عجبتكم الفيديو ما تنسوناش بجام، والى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله. سلام.